ازيكم حبايبنا الحلوين، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. جالكم النهارده بفكره جديده، فكره حلوه قوي، فكره سهله. تقدري تعملي حلوه من كوبايتين دقيق وشويه زيت تموين. هتعملي احلى حلوه تخطر في بالي. تمام. حاجات بنشتريها من بره، بس في الافضل ان احنا نعملها في البيت وبحاجات على قد ايدينا. معانا سكر تموين. تمام. طبعا جبت، انت تعملي حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا هعمل السيرم ده كيلو سكر. الوصفه دي يا جماعه بتعوز سكر تموين، اللي هو السكر الخشن. السكر اللي هو الخشن، مش الناعم. تمام. الكيلو السكر هاخد 4 كوبايات ميه. طبعا بعمل لكم الفيديو ده عند ماما، ده مطبخ ماما. عملنا 4 كوبايات ميه على كيلو سكر. حطيت معلقه عسل نحل. تمام. بدأت ان انا اقلب السكر تقليب كويس كده لحد ما داب خالص. صدقني الوصفه دي بتعوز سكر خشن. سكر التموين تمام شغال في الوصفه دي، حلوه قوي. طبعا جهزنا السكر خالص، دوبته خالص خالص اهو. وبعد كده جهزت معانا نص ليمونه عشان مجرد ما السكر يدوب نبدأ نعملها. معايا هنا سمنة، أنا عايزة بالظبط يعني إيه، حوالي 3 معالق سمنة. تمام. يعني بربع كوباية زيت. تمام، ربع كوباية زيت أو سمنة المتوفر عندي. طبعا سيحتها، أخدت منها اللي أنا عايزاه والباقي سبته فيها زي ما هي. طبعا ده عند ماما وبجيب الموجود قدامي. معايا هنا كوبايتين دقيق، 3/4 كوباية سميد. تمام. مكونات: كوبايتين دقيق، 3/4 كوباية سميد، رشة فانيليا، ربع معلقة خميرة. ربع. الوصفة دي يا جماعة ما بتحتاجش خميرة كتير، بس لابد من الخميرة. ربع معلقة خميرة صغيرة. معلقة سكر. اقول لكم هندخلها ازاي. بدأنا ان احنا نحط السمنة على الخليط. ضفنا السميد مع الدقيق في البولة. بدأت ان انا اقلبهم مع بعض، وبعد كده نزلت عليهم بالمعلقتين السمنة. حسيت ان انا زي اللي ببسها كده، كأنك بتبسها بالظبط. تمام. وبعد كده نزلت عليها برشة فانيليا وربع معلقة خميرة. تمام. جبت هنا معلقه سكر دوبتها اهو في الميه، يعني كوبايه ميه دافيه. كوبايه ميه دافيه عليها معلقه سكر. طب السكر انت محتاجاه في ايه يا عزه؟ السكر ده يا حبايبنا الحلوين بيديلها قرمشه زياده. طب انتوا عارفين احنا هنعمل ايه؟ الشاطر يقول دلوقتي احنا هنعمل ايه. تمام. معلقه السكر بتديلها قرمشه زياده. هنا طبعا ان انا بحاول ان انا يعني الم العجينه كويس في ايدي. وبعد كده هسيبها تخمر حوالي 10 دقايق. وبعد كده نشكلها اهو كده. تمام. هغطي عليها واسيبها شويه لحد ما تخمر. هنا طبعا الشربات هو ده القوام اللي انا عايزاه. يكون تقيل، ما يكونش خفيف يا جماعه. تمام. يكون تقيل. اللي هو شربات بلح الشام، الزلابيه، صوابع زينب، المشبك، الحاجات. المهم ان احنا بنحتاجه يعني ايه، مش المشبك، لا المشبك بيبقى اتقل اكتر. هنبدا ان احنا نشكلها كور صغيره. نبدا ان احنا نعملها صوابع كده. تمام. اهو طريقة سهلة وطريقة بسيطة ومفيش فيها حاجة صعبة. صدقني من كوبايتين دقيق وكوباية زيت تموين هتعملي أحلى حلوى، وحاجة اقتصادية، حاجة جميلة أوي أوي. هترضى أولادك في جو الشتا اللي احنا فيه ده. محتاجين حاجات يعني اللي هي كلها سكريات، عشان السعرات الحرارية بتاعتها بتكون ايه أعلى. حاجات بسيطة وحاجات سهلة اهو. جمعة مباركة عليكم. النهاردة الجمعة وأنا بسجل معاكم الفيديو، والخطبة بتقول: كل سنة وانتم طيبين جميعا. آه داخلين طبعا على رمضان. يا ربنا يجعلها ايام مباركه اهو. بتبداي ان انت تشكليها. بتجيبي المشط ده مخصص. بتجيبي مشط يا جماعه، المشط ده مخصص للحلويات بس. تمام. انا بعملها على دايما اه. بعمل صوابع زينب. ايه رايكم؟ على فكره احلى رسمه تحبي تعمليها هي دي. سيبك بقى من المبشره. انا جربتها على حاجات كتير. اقسم بالله احلى طريقه بحب اعملها، وبحس ان فعلا بتدي رسمه حلوه قوي بعد التحمير، وبتبقى ظاهره قدامك حلوه قوي وبتدي قرمشه. بالمشط ده. دايما خلي عندك مشط في المطبخ مخصوص للحلويات. ايه رايكم؟ هنعمل بالمشط ده حاجات كتير تانية، خلي بالك. ايه رايكم يا حركات؟ ايه رايكم؟ اهو كل ده من كوبايتين دي. حلوين. عملنا بالظبط حوالي كيلو ونص. عملت معايا حوالي كيلو ونص. جبت زيت تموين اهو زي ما انتم شايفين. حطيت الواق على البوتاجاز. بدأت ان انا هنزل فيه. طبعا لازم نعمل في نار متوسطة، ما نعليش عليها النار. بنار متوسطة يا جماعة. تمام. مهم. هنبدأ ننزل بيها واحدة واحدة عليها لحد ما نملى الوق، وبعد كده ايه بنسيب بقيتها شوية. مهم.
طبعا عند ماما والدوشه بقى بصوا طنشوا طنشوا عادي عادي. طبعا ايدك فيها عشان مفيش حاجه تتحرق منك، ايدك على طول. التحمير بقى على طول كده. والله لازم انا اديت لسواعد بس عادي عادي. يلا بقى عند ماما وكده تمام. ايه رايكم؟ كل ده يا جماعه من كوبايتين دي، كوبايتين صغيرين دي، وتلات ارباع كوبايه سميد، رشه خميره، رشه فانيليا، معلقه سكر بدوبها في كوبايه الا ربع ميه او يعني كوبايه، قولي كوبايه ميه، لان الميه ده حسب نوع الدقيق اللي معاكي. هنا طبعا الشربات هنطلع من الزيت. طبعا الشربات يا جماعه يكون بارد، يعني جهزي الشربات قبلها مش وقتها. يعني انا عامله الشربات ده وعجنتها، انا عملت الشربات الاول وسبته ورجعت بعد كده بدات ان انا اشتغل في الخلط. يعني هو معايا يعتبر ايديا بتمسكه عادي، لكن ما يكونش سخن. ركزوا الشربات ما يكونش سخن. ليه؟ لو سخن بقى عايزه يعمل ايه؟ هيخليها تبقى معاكي طريه مش حلوه، تبقى طريه كده تحس ان زيها زي القطايف الطريه، تبقى تحسها معجنه كده. لكن اهم حاجه الشربات يكون بارد. يعني ممكن تبقى مجهزه شربات وعينها عندك عادي لاي وقت. انا عملت الكميه دي عشان عينها في التلاجة. بحب ان انا ازود في الشربات بحيث ان انا وقت ما اكون عايزه اعمل حلويات ما بقاش لسه هروح اعمل شربات وكده. ايه رايكم بقى في الجمال؟ اقسم بالله حاجه عظمه 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 عظمه. صحة وعافية على قلوبكم جميعا يا رب. اهو طبعا جبنا الكميه بقى الاخيره، شايفين الطبق جنبي ما شاء الله اتملى والحله كمان ملانه. وغير بصوا بقى الاولاد بقى الاطفال رايحين جايين ما وصكوش بقى، انتوا عارفين الحمد لله ان انا طلعت في الاخر بشويه دول. ايه رايكم بقى في الجمال؟ بذمتكم يستاهل كام لايك؟ متبخلوش عليا باللايك والشير. اهو الله عليا. تسلم ايدك يا زوزو، يا زوزو يا زوزو. ايوه ولاد بيشتركوا في يوميات عزة حبش على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، مملكة عزة حبش، فضلا وليس امرا منكم. طبعا الفيديو محتاج تشجيع حلو منكم، انا نفسي محتاجه دعم حلو منكم وتشجيعات ان انا اقدر ان انا كل يوم اصور حاجات واقدر ان انا افيدكم بيها. انا بحاول دايما ان انا اديكم افكار بسيطه. اقول لكم باي باي واشوفكم في فيديو اخر. مع السلامه يا احلى اخوات.